السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسين في فيديو جديد. خلصت من شوية مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي، الفريق اللي كل الناس امبارح، يعني كل الإعلام، يعني متابع امبارح قناة الام بي سي، قهوة فايق ومهيب ومش عارف ومين ومين، وكلهم بيقللوا من منتخب زيمبابوي، وده ترتيبه مش عارف 108 على العالم، وده فريق مش عارف ايه، ومغير مدربه من الشهر اللي فات، وكل الناس متوقعة نكسب اتنين ونكسب فرق تلاتة ومش عارف ايه، ولازم يبدأ بتشكيلة هجومية والكلام ده كله ده، وعكس كل التوقعات بنشوف كابتن حسام حسن بيبدأ باتنين مركز ستة في خط النص، مروان حمدي مروان آسف عطية وحمدي فتحي، ونشوف حاجة غريبة. منتخب زيمبابوي بيسجل الهدف الأول، هدف التقدم على منتخب مصر، حاجة عكس، بص مش هقول لك عكس التوقعات وعكس حساباتنا وعكس تفكيرنا، وشبه عكس سير المباراة بهجمة راحوا عليها بسبب، يعني مش عارف، حسام عبد المجيد النهاردة مهزوز. الدفاع عندنا مش متظبط، يعني مش عارف. الناحية الهجومية كانت كويسة، شفنا تألق، يعني هو راجل مباراة مرموش بصراحة. لا تقول لي بقى صلاح ولا تريزيجيه ولا مش عارف مين ولا الناس دي كلها، مرموش هو النهاردة الوحيد في منتخب مصر، وهو اللي فرق، هو الوحيد اللي كان بيلعب بحماس وبيلعب وبيروح وبيقاتل على كل كورة وموجود في كل منطقة في الملعب. صلاح يعني اغلبيه الماتش، المباراه، طول المباراه كور طوليه لصلاح، كور طوليه كور طوليه، يا عم يلعب كرة على الارض ويلعب بسرعه. طول المباراه مفيش غير الباصات، يعني الباصات تحضير ممل وبطيء من ياسر ابراهيم، يباصيها لحسام عبد المجيد، يطلعها قدام لمروان حمدي، يرجعها مروان عطية آسف، يرجعها تاني مش عارف يا عم بسرعة. بعدين في تحس ان الفريق كان فيه مهلهل كده، في مساحات كبيرة قوي بين اللعيبة، يعني في مساحات، اللاعب ياخد الكورة ويلف ويجري ويبص شمال ويبص يمين، اللعيبة مش قريبة لبعض خاصة في نص الملعب. كنت حاسس ان في مساحات كده، والملعب في ايه، الاستحواذ كان لينا، رحنا بهجمات كتير قوي ما عرفناش نستغلها استغلال صح. خلص الماتش الحمد لله 2-1 بمرموش وبلمسة صلاح الأسطورة. يعني صلاح أنا بصراحة مش شايف أي إفادة، سجل هدف اللقطة الأخيرة، الأسطورة صلاح، شكرا ماشي يا عمي، مش كده. شفنا تبديل غريب عجيب، انا مستغرب وكل الناس مستغربة، بيطلع امام عاشور اللي واضح ان هو مش طالع لا مصاب ولا في اي حاجة، يعني طيب انت منزل مين؟ انت بتطلع امام عاشور، طب طلع واحد من مركز ستة، الاتنين مركز ستة اللي في نص الملعب دول، اللي بيمسكوا الكرة ويبصوها بالعرض، مفيش اي باصات او مفيش اي لعبة مفتاح لعب باص كده مش عارف ايه كي باص اللي مفيش. طلع واحد منهم وخلي امام عاشور يرجع معاه مركز 8، ونزل ما مرموش قدامهم، نزل مصطفى محمد خليه في الهجوم، او طلع تريزيجيه مثلا ورجع مرموش في ناحية الشمال، تمام، وحط مصطفى محمد، لان تريزيجيه برضو ما كانش مش موجود. فتبديل غريب عجيب، الحمد لله عدت وخلصت على خير، 3 نقط هيفرقوا معاك قوي في المجموعة، انت كده كده هتصعد، انت كده كده هتصعد ان شاء الله باذن الله، لان الصعود من المجموعات امر سهل، لان انت هو بياخد اول وتاني وبياخد افضل 4 توالد، فانت معاك 3 نقط. بس المستوى اللي احنا شفناه ده مش ده المستوى اللي يوصلك بعد كده، يعني ده اخره انه يخليك تصعد من دور المجموعات. هتقابل مين بقى وادائك هيكون ازاي؟ مش هو ده المستوى والاداء اللي يخليك تكمل. احنا بنتمنى ان المستوى المباراة افتتاحية وكده، ولسه بنتمنى ان شاء الله يحصل تصاعد في المستوى للاحسن مع كل ماتش والتاني ان شاء الله باذن الله. بس يعني عدت على خير الحمد لله، عدت على خير. شفنا كرات ركنية، ضربات ركنية كتير مش مستغلة. شفنا يعني هقول لك ايه، على العموم الحمد لله تمام. وبعدين في نقطة، احنا عندنا الاعلام هبد 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 طول اليوم وقبل وامبارح واول امبارح،
يا جدعان اهدوا. مستحيل يعني، مش كل الناس والمنتخبات اللي بتوصل بتروح بيعملوا لهم كل الحاجات دي كده قبل البطولة ومش عارف ايه والكلام ده. الحتة دي مضايقاني قوي، والاعلانات اللي بتطلع فيها اللعيبة معقول كل المنتخبات وكل الدول المشاركة بتعمل نفس اللي احنا بنعمله؟ يعني انا بحس ان الوباء ده معانا من 2018، من ايام الصعود لكأس العالم بتاع روسيا، لما شفنا الزيطة والمولد اللي كان هناك والحاجات، وهو الوباء ده ماسك فينا مش عايز يسيبنا، من اعلانات وده داخل في ايه. وكابتن حسام حسن طول المباراة واقف على الخط، وين العب يا عمي. الحمد لله الحمد لله، هو الاداء يعني مش هقول لك وحش، الاداء الى حد ما الحمد لله مقبول، كويس كويس ان شاء الله مع المباريات والاستمراريه. يعني هيحصل ان شاء الله باذن الله تصاعد في المستوى الكلام ده كله ده. بس التشكيل في الاول عايز يتحط كويس. التشكيل احنا ما كانش عندنا يعني، احنا ليه بتلعب ب 2 6 في نص الملعب؟ طبعا الشناوي دايما انت قاعد طول المباراه قلقان، قلقان من خط الدفاع ومن الشناوي. احنا كنا بنقلق من الشناوي، دلوقتي عندنا خط دفاع من حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم شويه الى حد ما كان عنده ثقه وكان بيلعب بقوه ودايما ومشارك في الكرات. حسام عبد المجيد كان مهزوز. فهو حسام عبد المجيد خامه حلوه ولاعيب كويس، بس ما تعرفش ايه اللي حصل له في المباراه. ان شاء الله باذن الله نكمل على خير، وان شاء الله باذن الله المستوى يكون في تصاعد، ونقدر نكمل لآخر نقطة نقدر نوصل لها بإذن الله. بإذن الله نوصل قبل نهائي أو نهائي. المجموعات قوية، أنت دلوقتي بإذن الله متصدر المجموعة. جنوب أفريقيا كسب الجابون 2-1، وأنت كسبت نفس الكلام 2-1. فإن شاء الله بإذن الله نكمل على خير. الأجواء كانت كويسة، الأجواء في المغرب مفيش أمطار، جو حلو، مفيش بقى طول الرطوبة عالية زي ما كان بيحصل في أفريقيا ونقص الأكسجين ومش عارف وإيه والأرضية لا، الحمد لله الأمور كلها تمام ومهيئة إنك تلعب مباريات وتدي مستوى وتلعب وأنت رايق. يعني أنا بحب أفريقيا لما تكون في دولة زي المغرب، ناس محترمة، ملاعب كويسة، أجواء حلوة، استادات يعني جميلة، ظروف حلوة، ناس زينا زيهم، مفيش بقى الحرارة العالية والكلام ده كله والرطوبة. فإن شاء الله بإذن الله تكمل على خير ونكمل بإذن الله على خير. الماتش الجاي برضو ماتش مهم نكسبه. انت الأهم من المكسب، أو الأهم إنك إن شاء الله كده كده هتصعد بإذن الله يعني، بس الأهم من ده كله إنك تثبت وترجع شخصية منتخب مصر تاني. تمام، ترجع. كان أنا بصراحة كنت حاطط في اعتقادي لا المنتخب مثلا هيكسب 3-0، مش عشان حاجة، عشان تثبت أنا موجود. خلاص منتخب مصر موجود وراجع وبقوة، بتفرق معاك أوي وبتفرق مع المنافسين. أنت بتلعب أضعف فريق في المجموعة زيمبابوي، مش هقول لك الجابون لا، في بقى جنوب أفريقيا. الكورة السريعة الحديثة، الباصات الكتير، التحركات اللي ما شفناهاش النهارده في الماتش. يعني اللاعب بيستلم الكورة تبص حواليه في لاعب بعد 50 متر في واحد واقف، وبعد 20 متر الناحية التانية في واحد، ومش متعرفش يعني. تمام، فجنوب افريقيا زي نفس كرة صن داونز كده، هو نفس كرة منتخب جنوب افريقيا. الجابون يعني، فزيمبابوي كانت اضعف فريق في المجموعة، عدت على خير الحمد لله، وان شاء الله باذن الله تتم على خير. داعمين المنتخب لاخر نفس ولاخر حاجة. وما تنسوش الاشتراك في القناة لو عجبك الفيديو، او تعمل له شير يوصل لناس كتيرة، تعمل له لايك تدعمني. السلام عليكم.